صباح الخير. يسعد صباحكم اخوانا حبايبنا المتابعين. فطر هالحمامات، اللهم بارك. اليوم اخوان بدنا نطلع نطمن على البندوق الابيض اللي خبط في الخزان. ان شاء الله يا رب يعني يكون وضعه تمام. طبعا الدنيا هوا اليوم ما طلعتش. تخيل ان انا من كتر ما اني عايف الجو وعايف الحمام بسبب الهوا هذا، ان انا مش طالع على الحمام هسه الساعة 3 المساء، اقسم بالله لسه ما طلعت على السطح. تخيل، لاني بس عايف الهوا جو الهوا يا اخوان بالنسبة لي متعب نفسيا، والله العظيم بتعبني انا نفسيا. فعشان هيك مش قادر اطلع على السطح ولا اعمل اي اشي، ولكن يلا الحمد لله مضطرين نطلع. خلي هاي هيك الزيادة، شوية علف الزيادة للشبيبة هون، الله يفرجها ان شاء الله. اللهم بارك. الجواز هاي يا اخوان صلاة النبي يعني 10 12 جوز 11 جوز حسب، كله بايض يعني ان شاء الله كله بنتج مع بعض. نطلع لنا فوق فراخ نكرشه او نعمله ان شاء الله. كل شيء هذا ان شاء الله فيما بعد. طبعا كرش الفراخ والحكي هذا كله حيكون على قناة مربي الحمام. في ناس بعلق لي تعليقات بقول له بيوسف علمنا كيف نكرش الفراخ وعلمنا كيف. يا اخوان لسه مش طالع عندي فراخ، لما احوش لي كم فرخ مناح نعمل لكم محتوى على الفراخ باذن الله تعالى. كليته مع بعض وهينا احنا مع بعض يعني مش حنطير. لما يصير عندي فراخ راح تشوف انه صار عندي فراخ، ولما ابلش في فقرة في كرش الفرخ برضو حتعرف، سواء على القناة هاي او على القناة الكبيرة راح تعرف انه احنا بلشنا بكرش الفراخ. يعني ما في اشي هيتخبى عليك. بس بدي منك يا صاحبي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ضروري جدا عشان نوصل على القناة هاي 10,000 مشترك. وقناة مربي وقناة يوميات حميماتي بدنا نوصل عليها يا معلمي 100,000، مش ضايل 1200 مشترك يعني. هذا الفرخ الثاني ميت، هي الله لا يوفقك الهي. فايت اتفقد لقيته واقع ميت هان بس ماكل. هاي هانا في فرخين صلاة النبي الله يبارك. مش مشكلة، الله بعوض، الله يعوضنا بالاحسن. لا هيك في شي غلط، كان في هام جوز بيض صح يا اخوان. هان ولا اخر اشي؟ اخر اشي يا اخوان، كان في اخر اشي جوز بيض وقدام، ولا بس اخر اشي كان في جوز بيض؟ عشان ما اخربطش انا، هاي في جوز مفقس على الاغلب. هي كيف عرفت؟ في في قشر بيض وهي هون. الله يبارك صلاة النبي. هاي فرخين، هاي فرخين ما شاء الله. انا بعرفش انا، لا لسه ما بنعرف احنا ايش مفقس ايش مش مفقس، بس خليهن عم اهلهن، انا ما بدي ازعجهن ولا اضايقهن اصلا. يعني هاي ثاني مرة من 2-3 بفوت بحط رجلي هان عند الجواز، بالعادة ما بفوت بالمرة انا هان. خلينا براحتهن ياكل ويشبعن، اللي عندهم فراخ يطعموا فراخين والجعان ياكل ويقعد ويرتاح. يلا خليكم معنا. طبعا على وضع الهوا هذا طلع صعب تقدر تعمل اي اشي. حتى امبارح والله العظيم حتى القوية ما طلعتها ولا اشي عملت. نفسيتي مستاءة من موضوع الجو والهوا هذا. طلع المشكلة انا عارف اول ما افتح على الخشاش واطلع الحمام الجو حيزيد هوا. طلع كيف هوا، كيف موقع الدنيا عندي. طلع كيف موقعني هناك يا بجي. طلع السطل كان هان. طلع كيف الهوا رمى. فهاي المشكلة عندي انا والله العظيم. انا عارف. لا يا حبيبي هان اقعد هان شوي. فانا بصراحة للامانة والله ما انا عارف شو بدي اعمل. جو الهوا متعب
بدي اقلب مثلا اذا بدي اقلب اللهم صل على سيدنا محمد، اذا بدي اقلب العبوب حيرد الهواء يوقع هنا. مش عارف شو بدي اعمل بصراحة. فاليوم خليني اشوف بس اللي معلم هذا وينه. ان شاء الله يا رب البندوق الابيض تكون صحته منيحة، من بعيد لبعيد ليش اقرب عليه. فكرت في ناس على الباب. هيو ان شاء الله يا رب، ان شاء الله تكون منيح. بعدين انا حاس حالي فيلم رعب، اقسم بالله حاس حالي فيلم رعب. لو الدنيا ليلة اموت من الخوف. الحمد لله. هيو صحته منيحة، بس عاد بطيرش ما بعرف ايش هذا، بس اهم اشي تكون صحته. بسم الله. والله العظيم لو انه الدنيا ليل بجوز لنط من على السطح من الخوف، لان عن جد حاس حالي في فيلم رعب. هسا فيما بعد هدول النيونات حقص السلك هذا كامل، حاخذ الرئيسي بس تبعه وحقص هذا كله، حخليه لما اسس من اول وجديد اضاءة، لانه الاضاءة هاي ما بتنفع. هانا زي ما قلت لكم قبل هالمرة بالحلقة اللي فاتت، احسن تمديد عملته انا التمديد هذا. عملت ماسورة فتحت فيها فتحة وطلعت منها سلك، نفس الاشي فتحت فتحة زي ما انتم شايفين وطلعت منها سلكين، نفس الاشي من هان سلكين. هسا وقت ما بدي اغير بس بشيل هذا بقصه وبكب هذا، وبقص هذا من هان وبكب هذا، وبقص هذا من هان وبكب هذا، وبتضل هاي الموجودة زي ما هي، زي كأنها ماسورة مي، مش حتأثر معي كثير. بينما الخراب عندي هناك صار عندي هناك ما بقدر، لانه زي ما قلت لكم حطيت نيون وماسورة. يا ريتني حطيت ماسورة كاملة، كان حيكون ترتيبي احلى زي هيك. على العموم ما في مشكلة، احنا عندنا هاي الوضع يعني بضل مش عاطل كثير، الاضاءة مش محتاجها كثير الا بالصيف عادي باجي زي ما قلنا لكم بنحط هنا كلوبات زي هاي، ومن هناك بدبرها باي اشي بحل مشكلتها تقلقوش يعني. اهم اشي هسه انا بطعم القوية والثقلة يا بوي على الهواء. طعم القوية جعانة. ها انا بدي اطعميكم، بس المشكلة انا خايف من اطلعكم. القوية نص علبة، الثقلة نص علبة. هي الثقلة للأمانة بدها أكثر شوي لأنه الثقلة أكثر، بس إيش هسه بنجيب لهم كمان ربع علبة. انت اقسم تعال ليش اريحها؟ ليش اغلب حالي؟ بدل ما انا عايش في فيلم رعب، خلص من فيلم الرعب، اقتل الزومبي زي هيك. ان شاء الله ما تكون وقعت على راس ناس. لا الحمد لله ما وقعتش على راس حدا. خلص طخ الزومبي بالمددس، طخ الزومبي وريح راسها. ضلك خايف من الزومبي؟ تنزل اجيب شوال علف هسه عشان طعمي هاي. تمام جعانة اصلا. انتوا لازم تجوعوا، لما بحط الطير بضلها كلها لا ابدا الرفصة تقول في حرامي على السطح. يلا هسه نحط لكم مي. المهم هاي ما طلعت امبارح، عرفتوا كيف؟ في عندي مشربية مي والله ما عارف وينها المشربية الصغيرة. معقول الهواء اخذها؟ والله وارد. بسم الله الرحمن الرحيم. وين هنا في حمام راح تشوفوه على قناة مربي الحمام هسه، يوميات كلمات السبت. هنا في قطعة طالعة على السعودية ان شاء الله. ولكم وين وين القني؟ وين المشربية الصغيرة؟ ولكم
الله هي الهوا شامطة شلوط، طلع وين شامطة شلوط الهوا؟ الهوا معوش مزح يا معلم، الهوا لا تمزح معه. بالشتاء ما اجى هيك، بالشتاء ما جاش هيك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وجي والله ما هو الهواء كأنه بطرد فيا من على السطح. طلع طلع طلع. طب تعال وين الحقك يعني؟ وين؟ ما شاء الله الشجر كيف؟ صح صح، الله يبارك الله يبارك ما شاء الله. كريم هسه جايني، كريم إلي 3 ساعات، إلي 3 ساعات برن عليه، هسه جاي يرن علي. خليك عادي، استنى لك نص ساعة بس ارد عليك، بس افضى برد عليك. علم الادب. بس هو على الاغلب تحت الدار، ما دام ما رن علي يعني المفروض يكون تحت الدار، اذا مش تحت الدار مش هرد عليه. ولك انت اذا في حريمات فانت اولهم، ولك ساعة ونص الجو هوا، انت طاير يا زلمة، انت طاير. حتى لو الجو هوا المفروض تصل. اطلع اطلع اطلع. وجيه شو هذا؟ قاعد بقول لي الجو هوا كيف بدي اجيك، على اساس انه هو الزلمة جاي طيران، يعني الهوا مانعه يطير. ولك اطلع. اه الله. يقول خلاص بطلت اطلع. ايه هذا لاحقني، معقول يا الله فتح. يلا دور تنظيف العين، تعال دورة تنظيف العين يا ريس. تضعف حتى لو بوكل يا اخوان، حتى لو انك بتطعميه يا اخي، عين نفسه بتعز عليه. اقول لك انا اخر الزمن هذا يطعميني، انا اللي كنت اطير بالساعات هذا يشربني. يا حرام. راح الحرق، راح التلفون، راح. طلع يا اخوان خليه يشرب مي، هسه دور المي. لا دقيقة بس، خل اشرب هالطير بس يغز راسه. طلعه دقيقة يا زلمة، بشرب بالبوز بالمغبر. خليك والله لازم ازتك ساعة على التأخير. وك نزل راسك هي المي. طير لسه مش شايف. يلا هاي فتحت لك. يا زلمة الهوا يا زلمة، الهوا بجلط الواحد اقسم بالله مستفز. وين كل هذا تيجي؟ كله مي من ورا. ما هو كنت بغسل العمر مغبر. امسك والله. امسك خلنا نطعم منه مغبر. السلام عليكم اخواننا حبيبنا متابعين. جو برا مش طبيعي، هذا شكله انسى يا معلم. انا نفسي يحرك جفنه، اذا حرك جفنه. هاي يا اخوان شايفين عينه كيف؟ ايوه افتح افتح ابو يوسف افتح. هاي يعني يا اخوان. الثانية عينه انت هذيك مغبشه. طلع كيف غباش سودة. هاي انسى، فيش فيها امل. طلع هاي عينه معمية فيش فيها بؤ. فيش فيها امل. ثانية كيف بدك تكش انت بالجو؟ مينك ايش مش فاتح الحمام؟ مفكر والله لو ايش ما بفتح الحمام. اخوان احنا اخر مرة يعني هينا ها بدنا نمشي معه. والله جاب له ب 20 قديش، ب 15 ليرة خلطة بس عشانه. سيب شوي. والله مشتاق لك خال. يا زلمة والله جايك رقد قسما بالله. كذاب. اقول لك والله
يا حبيبي على العب انسى رايح. كل شيء واقف. هسه مزبط لك وضعك. يعني تحية خاصة لعم ابو اياد. المفروض كان اسس الضوء هذا صح. والله اسمع. بس عاد امبارح حضرت الحلقة وانا. قلت لهم قاعد يقولوا لي ما هي مطولة معك يا زلمة. افتح يا زلمة. ايوه زق وخلص. روح رش. شايفين يا اخوان كيف طريقة الزق؟ هذا ببين انه الحميماتي انه حانون على الطير. شوف يعني مش قصته انه يكب الطير، لا حرام يعني الزلمة معاه لاخر نفس. عاش مات ولا لا؟ بس يعيش اعمى. مش منطق يعيش اعمى. صح؟ مزبوط. شوف تضحك علي قاعد. هسه احنا بدنا نجرب معه كمان يومين ثلاث. عينه طابت كان بها ما طابت ليش شو بتعمل يعني؟ خلاص قضاء الله وقدره. انسى الموضوع كبر راسك. حرام يا زلمه. يلا هاي اكل هيك. شو صورت من دوني؟ كل شيء انت خاين. الوضع عندك متدمر يا خال. بس هيك على الصيفيه. طب خلينا نظبط الوضع. خلينا نظبط الوضع ونرجع لكم. يلا لا اسمع لف علي. اه اخوان هاي كانت نهايه حلقتنا اليوم. الله يعطيكم العافيه والسلام عليكم.